انهيار الدولار بدأ رسمياً، والذهب الرابح الوحيد. إيه اللي بيحصل؟ الذهب وصل 8000 جنيه ولسه هيطلع أكتر، والسبب إن ترامب بيعوم الدولار عن قصد وعايز يوقعه، والنتيجة إحنا والعالم كله بندفع الثمن. لو أنت مركز هتلاحظ إن الدولار من أسبوع لحد النهاردة نزل حوالي جنيه كامل، وفي نفس الوقت الذهب كسر فعلياً حاجز 8000 جنيه للجرام، وسعره عالمياً عدى ال 5300 دولار للأونصة. المفاجأة بقى إن اللي بيحصل ده مش صدفة ومش حركة سوق طبيعية، ده كله مقصود ووراه سبب خطير جدا. خليني أخدك من نقطة محددة ونمشي واحدة واحدة عشان الصورة تبقى كاملة. المقال ده مهم، ولو عدى عليك حاول تشاركه، لأنك من خلاله هتفهم ليه الذهب بيطلع بالشكل الجنوني ده، وليه الدولار بيقع، وليه اللي جاي أخطر من اللي فات. القصة بتبدأ من حوالي أسبوعين، لما رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول طلع في فيديو رسمي نادر ووجه كلامه بشكل مباشر للشعب الأمريكي وللعالم كله، وقال جملة كانت زي الزلزال في الأسواق. قال إن تهديده بتهم جنائية سببه إن البنك الفيدرالي بيحدد أسعار الفايدة بناء على مصلحة الشعب مش على مزاج الرئيس. الجملة دي لوحدها كانت كفيلة تقلب أسواق المال في العالم كله، لأن الفيدرالي الأمريكي هو العقل اللي ماسك حركة الدولار. فلما العقل نفسه يقول إنه مهدد وإن الرئيس بيتدخل في شغله بالمخالفة للقانون، تبقى أنت قدام حدث تاريخي كبير وغير مسبوق. بعد الكلام ده بساعات مؤشر الدولار نزل لحدود 95.86، وده أقل مستوى ليه من فبراير 2022، يعني أقل مستوى في حوالي 4 سنين. ودي ما كانتش حركة بسيطة ولا تصحيح، ده كان استمرار لانهيار بقاله أكتر من سنة. الدولار في 2025 لوحدها ومن ساعة ما ترامب مسك الرئاسة في 20 يناير 2026 خسر حوالي 10% من قيمته، وده أسوأ أداء سنوي ليه من سنة 2017. والأخطر من كده إن في أول 6 شهور بس من 2025 الدولار وقع بنسبة 11%، وده أسوأ هبوط نصف سنوي من سنة 1973 بعد صدمة نيكسون اللي اتفك فيها ارتباط الدولار بالذهب وانهار نظام بريتون وودز. الأرقام دي ما بتحصلش غير في حالتين، يا إما اقتصاد دولة بينهار، يا إما رئيسها بيعوم العملة وبيضعفها عن قصد. وهنا لازم أكون واضح معاك، ترامب مش غبي ومش غافل عن اللي بيحصل، بالعكس هو قاصد الدولار يضعف. ولو مش مصدق، امبارح 27 يناير 2026 صحفي سأله هل شايف إن الدولار نزل أكتر من اللازم؟ ترامب رد وقال لا، الدولار عامل شغل عظيم. الجملة دي كانت تصريح رسمي إن النزول ده مقبول بل ومرغوب فيه كمان. وهنا السؤال المهم، ليه رئيس أمريكا يبقى عايز عملته تقع؟ عشان تفهم ده لازم تفهم دماغ ترامب. ترامب مؤمن بفكرة اسمها الميركانتيلية الاقتصادية، ودي معناها ببساطة إن العملة لازم تبقى ضعيفة عشان الصادرات تزيد. يعني إيه؟ يعني ترامب مش شايف الدولار رمز هيبة، هو شايفه أداة تجارة. من وجهة نظره الدولار القوي مشكلة لأنه بيخلي الصادرات الأمريكية غالية وبيزود العجز التجاري، لكن الدولار الضعيف بيخلي المنتجات الأمريكية أرخص والمنافسة أسهل والمصانع تشتغل والاقتصاد يتحرك، وده يخدم الخطاب القومي اللي بيكلم بيه الناخب الأمريكي. وعشان كده ترامب بيلعب دلوقتي لعبة اسمها التعويم المتعمد، بيضعف الدولار عن قصد عشان الصادرات تبقى أرخص ويرجع التصنيع ويقل العجز التجاري. بس ده مش السبب الوحيد، في سبب أخطر ومحدش في إدارته يجرؤ يقوله صراحة: الدين الأمريكي. أمريكا دلوقتي عندها دين قومي حوالي 38.5 تريليون دولار، وفوائد الدين لوحدها وصلت في أواخر 2025 لحوالي 276 مليار دولار سنوياً، يعني حوالي 18% من إيرادات الدولة رايحة فوايد بس قبل ما يتصرف ولا دولار على تعليم أو صحة أو خدمات. فلما الدولار يضعف، الحكومة بتعمل حركة ذكية وخطرة في نفس الوقت، بتقلل القيمة الحقيقية للدين. الدين يفضل زي ما هو على الورق لكن قيمته الفعلية تقل. حيلة اقتصادية قذرة لكنها فعالة، والمشكلة إن تمنها بيدفع من الناس اللي مدخراتهم وقيمة فلوسهم بتقل ومستوى معيشتهم بينزل. لكن المشكلة اللي بتقابل ترامب إن العالم مش أعمى. الدول اللي كانت بتشتري سندات الخزانة الأمريكية من غير تفكير على أساس إن الدولار ملاذ آمن، ثقتها بدأت تهتز، خصوصاً بعد ما أمريكا جمدت 300 مليار دولار من أصول روسيا سنة 2022. الكل بقى خايف والكل بدأ يهرب للذهب. في أول 11 شهر من 2025 البنوك المركزية اشترت حوالي 297 طن ذهب بمتوسط شهري حوالي 60 طن، يعني أكتر من 3 أضعاف المتوسط الطبيعي قبل 2022. دلوقتي الذهب بقى حوالي 24% من احتياطات البنوك المركزية عالمياً،
أعلى مستوى من التسعينات، بينما نصيب الدولار نزل من 72% سنة 2001 لحوالي 58% دلوقتي. مصر نفسها بتشتري ذهب باستمرار، واحتياطي الذهب وصل لحوالي 128.82 طن حسب بيانات سبتمبر 2025، وبسبب ارتفاع الأسعار قيمة الاحتياطي زادت أكتر من 80% ووصلت ل 18.17 مليار دولار في ديسمبر 2025، وغالباً عدت دلوقتي ل 20 مليار. ليه كل ده؟ عشان الذهب ما بيتجمدش، ما بيتصدرش، ومفيش دولة بتتحكم فيه. الذهب ملاذ وقت الأزمات، والعالم كله دلوقتي شايف إن في أزمة كبيرة جاية. حتى البنوك الاستثمارية الكبيرة بقت تقول الكلام ده علناً. بنك اوف أمريكا شايف إن الذهب ممكن يكسر 6000 دولار قبل نهاية السنة، وفي تقديرات بتقول 7000 كمان. يعني اللي بيحصل دلوقتي مش القمة، ولسه في صعود جاي. طيب هل ممكن الذهب ينزل تاني؟ نظرياً الحل الوحيد هو حل فولكر، لما رئيس البنك المركزي في الثمانينات رفع الفايدة لحد 20% عشان ينقذ الدولار. بس ده مستحيل دلوقتي. ليه؟ لأن رفع الفايدة بالشكل ده هيخلي خدمة الدين تعدي تريليون دولار في السنة، وتاكل حوالي 40% من إيرادات الدولة، غير الركود والبطالة وانهيار العقارات والأسهم. الاقتصاد الأمريكي كله هيقع، وترامب نفسه مش هيستحمل ده. العكس هو اللي بيحصل، ترامب بيضغط على جيروم باول عشان يقلل الفايدة، ولما باول رفض وزارة العدل فتحت تحقيق قديم عليه للضغط عليه، وده السبب اللي خلاه يطلع بالتصريح اللي بدأنا بيه المقال. الخلاصة، الدولار لسه هيكمل نزول، والذهب لسه هيطلع، لأن اللي بيحصل سياسة رسمية مش حركة سوق. ونفس الأسباب دي ترامب بيتحرك في إيران وبيخطط للعراق وسوريا، بس ده موضوع تاني نحكيه بكرة.